يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمجم. هذيك الحمار وهم يجمحون الحمار. أصحح الفتية ديالك الحمار صحح. متابعي قناة أبو حفص حيلي، مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسمع هذا الكلام ثم نعلق. في الحقيقة هؤلاء الشيوخ ماذا فعلوا؟ هم قاموا بتمويه الناس تمويها خطيرا، وهو أنهم اشتغلوا بالأحاديث التي هي ماذا؟ اشتغلوا بسنة الرسول عموما التي هي مختلف أفعال وأقوال وتقريرات الرسول وجعلوها دينا. وهنا نريد أن نتساءل، عندما يأتيني ساعي بريد برسالة، هل يجب أن أبحث عن ساعي البريد ماذا كان يلبس؟ هل كان يضع لحية أم لا؟ هل كان يأكل باليمين أم بالشمال؟ هل كان يمسح دبره أعزكم الله ب3 حجرات أم كان يغتسل؟ كيف كان يغتسل؟ نسيت الرسالة. شوفوا يا إخوان، على قلة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم شبه النبي صلى الله عليه وسلم بساعي البريد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني هؤلاء ما كيحترموا القرآن، ما كيحترموا سنة، ما كيحترموا مسلمين، ما كيحترموا فين عايشين. هذا الكلام قاله في نفس المكان اللي كيبان فيه هذا الإنسان. هذا من نعمة الله عز وجل على هذه الأمة أن كرس لها علماء في كل عصر من العصور يعتنون بكتاب الله ويعتنون بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله أنهم تركوا الرسالة هذا تكفير. تخيل هذا الظلام هذا كفر الأمة إلى اليوم، كل من زمن الصحابة إلى الآن كفر هذا الظلام هذا. قال لك أنهم تركوا الرسالة. واحد الإنسان جي تقول له أنت تركت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وانشغلت بغير هذا، تكفير وما يقدرش يثبتوه. تخيل أن الإنسان كيقرأ هكا، يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم مدخلا ويجمجمون وكذا، ويجي يقول لك أن المسلمين تركوا الرسالة. شكون اللي كيحفظ القرآن؟ شكون اللي يفسر القرآن؟ شكون اللي كيعلم الناس القرآن؟ ما حشمتوش نتوما شنو ما مجهودكم في تفسير القرآن، ما مجهودكم في حفظ القرآن. يعني تخيلوا شخص بحال بهذا المستوى هذا وهذه القراءة هذه كيجي كيقول لك أن المسلمين تركوا الرسالة. أما الكلام ديالو على النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا أننا خدينا الدين ديالنا بيقين، وباش نتأكدوا أن هذا الدين جاء من عند الله عز وجل لابد نشوفوا شكون هذا اللي وصلنا هذا الدين، واش صادق واش كاذب وما هي أخلاقه. فلهذا اعتنينا بالرسول الذي أوصل لنا الدين، ولهذا انشغلنا به، لأن الانشغال بأفعاله وأقواله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية كل هذا الانشغال يزيد في ترسيخ إيماننا. فإحنا على عكس هؤلاء الظلاميين اللي كيخدموا الأفكار بلا دليل، المهم موافقة الغريزة ديالهم، موافقة الهوى، يأخذونها بلا دليل. لا، إحنا أخذنا ديننا بيقين. ثانيا، الله عز وجل في كتابه أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة حسنة. يعني الله عز وجل قال لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة لنا حسنة. فغي يقول لك الله عز وجل أن هذا الرجل قدوة لك، أكيد أنت ستذهب تبحث في صفاته وستبحث في أقواله لتتبعه، لأن الله عز وجل أمرك باتباعه، بين لك أن هذا قدوة. والذي يقول أن نكتفي بالقرآن فقط هذا كافر بالقرآن. الله عز وجل في القرآن كيقول لك أطيع الرسول واتبع الرسول، أنت كتقول له ما نتبعش. الله عز وجل كيقول لك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت، أنت كتقول له لا يا ربي لن أحكمه. هذا كافر بالقرآن هذا. فتأمل أخي الكريم، فهؤلاء علاش كيديروا هكا؟ هؤلاء إلى جاوا عندك وقال لك ودي نحن نكفر بالسنة، احنا ما عندناش السنة، ستحتاط من هذه الأفكار ولا نسمع لهم. لهذا هما شنو كيديروا؟ كيختاروا واحد الأسلوب ديال أنهم يقول لك لا احنا معكم ولكن عندنا واحد الشبهات، عندنا واحد الإشكالات، وهذا الشيوخ هذا هم الله بعدوا على القرآن، ويبدأ يشكك في السنة. وهذا من الأساليب ديال الناس اللي ما متأكدينش أنهم على حق، اللي ما عندهمش أدلة، اللي ما يقدروش يواجهوك مباشرة. أما استدلالك، الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، أين هم الرسل هنا؟ هل هم موجودون هنا؟ لا وجود لهم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لم يقول وآمنوا بالرسول، لم يقل هذا.
قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر. طيب كيف نؤمن بالله عز وجل دون أن نؤمن بالرسول؟ هل هذا ممكن؟ لا، الله عز وجل يقول لك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب كيف نؤمن بالله عز وجل ولا نؤمن بالرسل؟ الله عز وجل يقول لك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمنون كذلك آمنوا بما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا آمن هؤلاء المؤمنين؟ كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله عز وجل فاشبين أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يعني الله عز وجل أخطأ والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم لأمرنا الله عز وجل أن نطيعه. لما جاءه جبريل وقال له ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم بغيتوا نحيدوا تفسير النبي، علاش صلى الله عليه وسلم؟ علاش؟ باش ناخذوا هذا. هل هم موجودون هنا؟ لا وجود لهم. شتي هؤلاء كيجيو كيقول لك تفسير الشيوخ وكيضرب في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار إلى هذه المسألة، وكيضرب في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ويجي يعوضه بفهمه. ثانيا لازلنا ننتظر المناظرة معك أو مع غيرك في نفس الموضوع، حجية السنة من القرآن الكريم، ونتحداكم. أما تبقوا تدلسون على الناس تحديناهم ما أجابوا غير ذلك، الحمد لله نناظركم وناظرنا غيركم، نظرنا من هو أعلم منكم ومن هو أقوى حجة منكم، وبفضل الله عز وجل خرجنا منتصرين، لا لأننا أقوياء بل لأن الحق معنا، لأن الله عز وجل أعزنا بهذا الدين، ما جعل علينا في هذا الدين من حرج، أيدنا بالحجة وأيدنا بالبرهان. فمن كان منكم يستطيع أن يحاور في هذه المسألة مرحبا لا إشكال. أما أفعال دون كيشوط هذه لا تنفع معنا وبيننا وبينكم الحجة والبرهان. فدين الله عز وجل محفوظ، ونقول ونكرر دين الله عز وجل محفوظ. ومن قال أن السنة حرفت، راه اللي قال لك أن السنة حرفت، أو الذي يقول لك يا أيها المستمع أنني أؤمن بالسنة لكن المسلمين بعد هذا أو الشيعة أو بن سبأ حرف السنة وتلاعب بالسنة، هذا يقول لك أن دين الله محرف، لم يحفظ الله عز وجل دينه. يا من يحاول التلبيس على الناس، أنا أؤمن أن السنة حجة لكنها محرف. في الأول والأخير أنت أبطلت الاحتجاج بها وإقامة الحجة بها، وبنفس الوسيلة نقل إلينا القرآن. يعني اللي يطعن في السنة من خلال وسيلة النقل فهو يطعن في القرآن كذلك. هذا ونسأل الله الهداية لمن طلب الحق بصدق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة أبو حفص حيلي، لا تنسى دعم المقطع بلايك، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار، والسلام عليكم ورحمة الله.